كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعرفنا سيدنا النبي إن هذه الصفة سمة موجودة في كل البشر، وما دمنا كلنا عايشين في مجتمع الجميع يخطئ فيه، فبنحتاج إن احنا يكون عندنا كمان تدريب على إن احنا نسامح بعض، وإلا اللي مش هيتعامل بالمسامحة والتسامح مع الناس إما مش معترف ببشرية الناس إن هم لا يخطئوا، وبيرفع سقف توقعاته في الناس إن الناس مش بتغلط أبدا، وبالتالي هيتعرض لصدمات ويتعرض لمشكلات نفسية وأذى نفسي، لأن هو مش قادر يعترف إنه عايش في مجتمع بشري بحت. لازم يتسامح مع اللي حواليه عشان هو كمان بيخطئ وبيحتاج اللي يسامحه. في حاجات ممكن تفقدنا التسامح وتخلي بعض الناس كده ما يقولك لا انا مش مستحيل اسامح حد اذاني، انا لازم اخد حقي باستمرار. من اهم العوامل دي التربيه. ممكن يكون نشأ في بيئه شاف فيها ان اللي بيتسامح ضعيف وبيتعرض لاذى كبير، وان اللي بيتسامح بيتاخد حقه منه، وبينسى قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا. بيبقى عنده المبدأ ده منعدم لانه شاف في العفو ضعف وهزيمه، وحصل عنده ربط ما بين الهزيمه وفقدان السيطره. واحنا كلنا كبشر عندنا شهوه كده في فرض السيطره وفرض الذات واثبات الذات. يقول لك لا انا ما سامحش حد عشان باستمرار الكل يعمل لي حساب، وده امر بيرجع للتنشئه بشكل كبير. كمان ممكن حد يربط ما بين التسامح وما بين الهزيمه النفسيه نتيجه تجربه تعرض لها. يكون اتعرض لتجربه كانت شديده على نفسه جدا واتاذى فيها نتيجه التسامح، فيقول لك انا كل الناس اشرار وما ينفعش اسامح حد ولا اتعامل مع حد بهذا المبدا لان الناس بتاذي. يبقى عنده تعميم كده، الناس بتاذي، الناس بتاذي المتسامح، اتصيب حقوقه مستباحه. والكلمات دي احنا بنسمعها كتير، ويقول لك انا مشكلتي ان انا طيب والناس بتاذيني علشان انا طيب. فاصبح عنده ربط ما بين الهزيمه وضعف الثقه بالنفس وضعف الشخصيه وما بين التسامح، وينسى قول الله عز وجل ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي حميم. بينسى مبدأ الدفع بالحسنة لأنه شاف أنه لما بيعمل حسنات مع الناس بتتعامل معاه بعكس هذا المبدأ، وده نتيجة تجربة سيئة. فقدان التسامح سمة ممكن تكون موجودة عند ناس كتير نتيجة تجربة أو نتيجة شوف أو نتيجة تنشئة أو غيره من المشكلات. اللي بيسامح اللي حواليه هو أكتر واحد مستفيد. ليه بيستفيد؟ لأنه بينفض من على أكتافه حمل الانتقام، بينفض كده من على أكتافه حمل الألم وإرادة الانتقام والتشفي من الطرف الآخر. لا أنا خلاص كأني مش شايفه، أنا يا رب معاك، سامحت وعافيت لأن أنا مع الله عز وجل، وعارف إن اللي بيعفو ويتسامح له أجر كبير عند رب العالمين. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله عز وجل تكفل بأجر العفو عن نفسه من نفسه سبحانه وتعالى، أمر لا يوضع على ميزان العبد ولم يقتص من العبد. العفو عبادة غالية وعبادة قيمة وأمر مهم جدا محتاج تدريب عليه لأنه شق على النفس، لكن الجنة تستاهل. ومنزلة العفو ومنزلة الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس منزلة كبيرة تستحق البذل من أجلها. العفو مش بس منزلة كبيرة، لا مش أي حد يقدر عليه. علشان كده احنا بنشبهها دايما بالطالب اللي بيطلع الأول. يا دكتور مش أي حد بيطلع الأول. جميل الطلب. ممكن ناس كتير تنجح لكن مش أي حد هيطلع الأول. طيب أنا عايز أخد المنزلة الكبيرة دي، اجتهد لها. أنا عايز أطلع الأول، ذاكر كتير. أنا مش قادر، خلاص الله عز وجل لا يأمر بالعفو، وإنما لو عايز حقك الله عز وجل يأخذ لك حقك. وزي ما بنقول كده ثالث وامتلئ. الله هو العدل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيديك اختيار تاني، إنك لو عفيت وأصلحت الله سبحانه وتعالى يعطيك منازل العافين عن الناس. هي دي الفكرة، إن العفو لسنا مأمورين به، وإنما هو فضل وأمر كبير جدا. لذلك بما إنه شاق على النفس فله أجر كبير جدا. وربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا النبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أنت هتتعرض لحاجات كتير بتضايقك من الناس اللي مش فاهمين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عنهم، ابعد عنهم تماما وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما في القلب ويجازي به خير. عبادة قلبية بحتة تنال بها منزلة كبيرة عند الله، لأن هي بتحتاج جهد وبتحتاج بذل وبتحتاج تدريب، مش أي حد يقدر عليها. اللي بيعرف معناها بشكل حقيقي هو اللي بيقدر يوصل لها.